هذا كتاب المقدس، كتب العهد القديم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الطاهرين الطيبين والصحابة الكرام. إخواننا، نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الصفحة المباركة، صفحة الدكتور مجاهد بارك الله فيه، ونبين مسألة ضرورية جدا على أثر العناصر الأجنبية على التشيع. وسمعنا الكثير من العلماء، منهم السيد كمال الحيدري الذي قال أن الموروث الروائي الشيعي مأخوذ من اليهودية والنصرانية، بل وحتى من البوذية. حتى نتحقق من هذه المسألة وننقل بأمانة كما تعلمنا من الله ورسوله والصحابة الكرام بالأدلة الصحيحة ومن كتب ومصادر الشيعة، من الشخصيات التي كان لها وضع الديانات الأخرى في المذهب الشيعي، اللي هو زرارة ابن أعين. طيب، من هو زرارة ابن أعين؟ وزرارة ابن أعين عندهم روايات تقول عن الأئمة، وبشكل خاص عن جعفر الصادق الذي قال أن زرارة من النجباء الأربعة ومن أوتاد الأرض. لنرى زرارة نقل عن الإمام جعفر الصادق ما ألف رواية هو وأبو بصير، وهذه الروايات موجودة في الكافي وبحار الأنوار وغيرها من الكتب الصحيحة عند الشيعة. لكن لنرى شخصية هذا، من هو زرارة ابتداء؟ هو الشيخ الطوسي إن زرارة من أسرة نصرانية، وإن جده سمسم وقيل سبسم كان راهبا نصرانيا، وكان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان. وهذه موجودة في كتاب اسمه الفهرست صفحة 104. تمام، هذا زرارة من أسرة نصرانية. طيب، الآن عند الشيعة عندهم كتب سماوية. لنقرأ هذه الكتب السماوية الموجودة عند الشيعة التي وضعها زرارة ابن أعين في كتب الشيعة وبروايات صحيحة. طيب، هنا أبو بصير، كتاب الجامعة. كتاب الجامعة، طبعا أبو بصير هو صديق لزرارة ابن أعين. عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: أنا محمد، وإن عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة. قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق، فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش، إلى آخر الرواية. طبعا هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي، والكافي عرض على الإمام في السرداب وقال أن الكافي كافي لشيعتنا. المجلد الأول صفحة 269. المصدر الثاني بحار الأنوار، المجلد 26 صفحة 22. طبعا وهناك روايات كثيرة. الكتاب الثاني السماوي عند الشيعة، صحيفة الناموس عن الرضا عليه السلام في حديث علامات الإيمان، قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. انظر بحار الأنوار، المجلد 25 صفحة 117 ومجلد 26، ففيه روايات أخرى. تمام، هذه الكتب السماوية الموجودة عند الشيعة أين نجدها هذه الكتب؟ نتذكر أننا تكلمنا عن زرارة ابن أعين وهو من أسرة نصرانية. لو يعني أخذوا دينهم من واحد نصراني، يعني أخذوها من دين النصراني على الكتاب المقدس.